مع هاد البرد تشهيت البطبوط المعمر مع شي براد ديال اتاي، وقلت ضروري نشاركو معاكم الوصفه اللي ما كتخطانيش ومعتمداها ديما بلا دقيق ابيض وبلا دليك بحشوه بنينه. سجلوا عندكم الوصفه، اكيد غادي تحتاجوها في رمضان. على بركه الله، في قصريه كندير 500 غرام ديال دقيق الفينو، معلقه كبيره ديال الخميره الملحه، معلقه صغيره ديال العسل تقدروا تعوضوها بالسكر، تقريبا هنا واحد 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون. وكنجمع هاد المكونات كامله بالماء اللي كيكون دافي، ما نحتاجوش ندلكوا العجين ديالنا نهائيا حتى كنتحصلوا على هاد القوام هذا. كنرشوا شويه الوجه ديالو بزيت نباتيه، وغادي نغطي عليه بالبلاستيك الغذائي ونخليه حتى كيختمر مزيان وكيتضاعف ليا الحجم ديالو. من بعد غادي ندوز نحضر معكم الحشوه اللي كتبقى دائما اختياريه وعلى حسب المتوفر عندكم. هنا قطعت البصله، الفلفله، وداكشي اللي متوفر لكم ديروه. درتهم في مقيله، زدت عليهم خيزو محكوك، الكرعه، وكذلك الزيت النباتيه. وكنشحر كل شيء فوق البوطه حتى كتشحر ليا الخضيره ديالي مزيان بهذا الشكل هذا. من بعد كنضيف الكفته، انا كانت متوفره عندي، تقدروا ما تضيفوهاش غير الخضره بوحدها، راه كتجي الحشوه بنينه بزاف. بالنسبه للتوابل درت الملحه، البزار، الخرقوم، التحميره، الزعتر المساند الرسمي في الوصفات ديالي، وحتى الهريسه. ودرت شويه ديال صوص الصوجا، كنحرك المكونات مزيان. بعد كنضيف الزيتون مقطع وشويه ديال الربيع في الاخير، وكنطفيو على الحشوه ديالنا ونرجعوا للعجين بعد ما كيكون اختمر وكيتضاعف لينا الحجم ديالو. كنقسموا الكويرات متوسطين وكنبدا نشكل في العجين ديالي. هنا راه فاش قسمتوا الكويرات راه ما دهنتش ايدي نهائيا، لا بزيت لا بدقيق. صافي كنقرص الكريسه ديالي، كندير الحشوه في الوسط، كنزيد عليها هكا شويه ديال جبن موتزاريلا ولا الجبن الاحمر اللي كيبقى اختياري، ما كانش متوفر عندكم بلاش منه. كنسد على الكويره ديالي بهذا الشكل اللي موضح لكم في الفيديو، وكنبدا نفندها هكا في شويه ديال الفينو باش هكا كتقاد لينا مزيان مزيان. صافي وكنكمل بنفس الكيفيه بطريقه سهله وبسيطه. غير تسجلوا عندكم هاد الوصفه، انا متاكده ومؤكده غادي تحتاجوها في رمضان، وراها ناجحه 100%، خصوصا انها بلا دقيق ابيض. صافي كما شفتوا معايا كنسرح الكويره ديالي، كندير الحشو في الوسط، كندير شويه ديال الفرماج موتزاريلا من الفوق، وكنلوي على الكويره ديالي وها هي واجده معانا. غير كنكمل الكويرات ديالي مباشره. كنبدا باول كره خدمتها، ما كنخليهمش يختمروا في هذه المرحله. كنكون هكا موجده البلاك، كنرشوا بواحد شويه ديال الزيت، اولا ديروا غير المقله اللي توفر لكم تكون سخونه مزيان. صافي وكنبدا نكرسوا المخيميرات ديالنا وكنحطوهم في البلاك اللي كتكون سخونه. وطريقه ديال الطهي راه مهمه جدا. غير كنحطوا البطبوطه ديالنا، كنحسب ليها واحد 20 ثانيه، وكنبقى نقلب ونشقلب حتى كيتنفخ وكيجي مفشفش وكيجي مفروق على بعضياته. وشوفوا معايا ما شاء الله البطبوط ديالنا كيفاش كيجي، يا سلام. والحشوه كتجي بنينه بنينه بزاف. ارى برا عمروا ليا شي كويس ديال اتاي، واكيد سجلوا عندكم الوصفه، غادي تحتاجوها حتى في رمضان. وما تنساونيش من لايك الفيديو، وبصحه والراحه.